اهلا 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 بيك، ازيك؟ بصي يلا تعالي، عاملين تجمع في بيت واحده صاحبتنا، هتقضي وقت جميل، يلا بينا. لا 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 لا، خروج ايه وبتاع ايه؟ يا بنتي تعالي خروجي غيري جو. لا يا بنتي، ده بص انا جايبه معايا شغلي ورايا حاجات كتير قوي لازم اخلصها النهارده. لسه هقعد اشتغل بتاع 4 5 ساعات على الاقل يا بنتي النهارده. حرام عليكي نفسك، لازم تخرجي، انت كده طول النهار قاعده بتشتغلي. بشتغل كتير جدا، خلاص ما بقاش عندي حياه. انا خلاص تعبت من الشغل وتعبت من الحياه اللي ما فيهاش حياه دي. بصراحه انت فعلا عايشه طول النهار عبده في الشغل ده، ومش بتدي لنفسك وقت ابدا. قالك عندي الحقيقة في ستات كتير شاطرين جدا جدا في حياتهم، فتلاقيهم متفوقين جدا جدا دراسيا، يقدروا انهم يدخلوا جامعات عالية جدا ويتم قبولهم فيها، يتخرجوا بأونرز ودرجات هايلة، يشتغلوا في شركات كبيرة جدا، وفي سن صغير يبتدوا يترقوا ويحصلوا على مناصب كبيرة جدا. كتير قوي بنلاقي سيدات في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات واخدين مناصب هايلة، عندها شقتها، عندها عربيتها، عندها دخل كبير ممكن يعول أسرتين ثلاثة كمان معاها، وتلاقيها very well established وواصلة لأماكن كبيرة جدا. ولكن نفس الست دي تيجي عند سن أواخر الثلاثينات أوائل الأربعينات وتقول أنا عايزة أسيب كل ده، أنا مش قادرة. لأنها عشان توصل للمكانة دي لازم تشتغل حاجة بتاعت 70 80 ساعة في الأسبوع. فبتشتغل كتير جدا، وضغوط الشغل كتيرة، مسؤوليات ضخمة، حروب بقى، كل ما الإنسان بيكبر كل ما الحروب حواليه بتزيد، فتلاقي نفسها في ضغط عصبي شديد طول الوقت. مفيش حياة، مفيش خروج، مفيش أسر، في سيدات ما بتبقاش قدرت إنها تكون أسرة، مفيش وقت إنها تقعد تركز إنها تكون أسرة. وفي سيدات تانية بتبقى عندها أسرة ولكن بقت وحيدة، كل هي أسرتها اتعودت إنها مش موجودة، فتلاقي جوزها بقى خلاص بقى ليه حياته وشغله وبقى عنده يعني حياته بدونها، وولادها اتعودوا إن ماما مش موجودة طول الوقت، فكل واحد بقى ليه الدايرة بتاعته. فلما تيجي ترجع تقول لهم أنا بقيت موجودة أهو، أنا هسيب شغل وأقعد معاكم، يقولوا لها أنت بتعملي إيه يا ماما؟ أنت مين؟ إحنا ما نعرفكيش، إحنا نعرفك بالاسم، إحنا بنشوفك كل فين وفين. فبتحس إنها وحيدة جدا جدا جدا. وبالتالي السيدات بقى اللي اشتغلوا يعني لقوا نفسهم، فبتيجي في الاخر تقول لك انا ما لقيتش نفسي ولا حاجه، انا حاسه اني وحيده، انا ما بعملش اي حاجه. علشان كده البلد دي زي امريكا او دلوقتي العالم كله، حته ان الست تفضل تشتغل موظفه طول عمرها دي بقى شيء مرهق جدا لاي واحده. مفيش بني ادم عاقل يقدر يشتغل زي المكن 70 و80 ساعه في الاسبوع، غير الضغوطات الرهيبه اللي هو بيكون محطوط فيها. فالست دي بتيجي عند وقت تقول خلاص انا عايزه اقعد في البيت، انا عايزه استريح، عايزه اسلو داون، عايزه استمتع بحياتي وبولادي وبيتي. الفلوس اللي انا اشتريتها والبيت الكبير اللي انا قاعده فيه ده ما بقعدش فيه اصلا، فايه لازمته؟ فعلشان كده انا بقول لكل ست في الوضع ده، ده الوقت جه الوقت ان انت تعملي لنفسك الشركه بتاعتك، او تعملي لنفسك مشروعك الخاص بيكي. انت اللي تديري حياتك، مش حياتك هي اللي بتديرك. انت اللي تنظمي وقتك بالشكل اللي انت عايزاه، تقولي انا هقدر اشتغل عدد الساعات دي، انا اللي احدد لنفسي اقدر اشتغل قد ايه. لان الحياه غير المتوازنه دي بتخليكي في الاخر تعيسه، وبتخليكي في الاخر خسرتي اهم حاجه، الوقت ده يا جماعه مش هيرجع تاني. طفلك الصغير ده اللي يعني وجودك في حياته مهم، لما يعيش معظم حياته الصغيره دي وانت مش موجوده جنبه، انت خسرتي الوقت ده، انت خسرتي الذكريات دي، انت خسرتي بناء الحياه دي مع اولادك ومع جوزك، او الحياه الخاصه اللي انت عايزه تبنيها. ما ينفعش. فلازم عند وقت تقفي وتقولي الوقت جه ان انا اقف على رجلي لنفسي، اشتغل لنفسي، وانا اللي احدد اقدر اشتغل كام ساعه. عايزه اكون حره وقتي وحره نفسي. فدي شيء مهم جدا، علشان كده حلك في ان انت تفتحي البيزنس بتاعك وتعملي المشروع بتاعك الخاص بيكي. وعشان كده انا عامله برنامج اسمه From Bed to Business. يعني من القعده على السرير، او ان انا طول النهار بعمل حاجه تانية، الا الى اني افتح البيزنس بتاعي وافتح المشروع بتاعي، واقدر اعمله من البيت وانا قاعده جنب ولادي وجنب جوزي، وبعمل الحاجات اللي انا بحبها، وبشتغل على قدي وعلى قد مجهودي، وبدي اللي انا عايزه اديه، واوقف وقت ما احس ان انا مش قادره. فدي حاجة مهمة جدا ليكي. فعلشان كده أنا بقولك اشتركي في برنامج زي كده، وابدأي دوري على حاجة تعمليها لنفسك، ابني لنفسك الحياة اللي انت عايزاها مش المفروضة عليكي. قولوا لي ايه رأيكم في الكلام ده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. كان معاكم رانيا سلطان.